في الفيديو النهارده جايب لك احسن وارخص واقوى مكمل طبيعي لزياده الوزن والعضلات في اسرع وقت، وهو زبده الفول السوداني. يلا بينا نتكلم. احلى مسا عليكم يا جماويه، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم محمد عواد. لو انت اول مره تشوفني هنا في القناه بنتكلم عن كل حاجه ليها علاقه بتمرينك، بتغذيتك، بصحتك، يعني من الاخر هتعمل فورمه، يعني هتعمل فورمه. جايب لك النهارده مكمل ناس كتير مش عارفاه، وهو زبده الفول السوداني. عندنا هنا في مصر مهملين زبده الفول السوداني جدا، مع انها قنبله فوائد، فيها كل حاجه، وجبه غذائيه متكامله. زبده الفول السوداني هنا في مصر مش واخده حقها خالص. بالنسبة للشباب اللي بتسألني ان هي رفيعة وعايزة تزيد، الشباب اللي بتسألني على مكمل ضخامة وعايزين يصرفوا ألوفات في المكملات، عايز يدفع في المكمل بال2000 جنيه، الكلام ده ما تجيبوش. هات زبدة فول سوداني. في الفيديو النهاردة هكلمك عن أهمية وفوائد زبدة الفول السوداني، بس قبل ما نتكلم عن فوائدها عايزك تنزل تشترك، تدوس على الزرار اللي تحت اللي هو المكتوب عليه اشتراك، الزرار الاحمر اللي تحت ده، انزل دوس عليه، وانزل دوس على زرار اللايك. خلي بالك هتنزل السوبر ماركت هتلاقي انواع كتير جدا، انواع كتيره جدا جدا. ما تشتريش اي زبده فول سوداني، مش اي نوع قدامك على الرف هتاخده وتشتريه. مش كل الانواع صحيه، تاني مش كل الانواع صحيه، في انواع كويسه وفي انواع هتضرك. الانواع اللي مكتوب عليها فيها زيوت مهدرجه، فيها زيوت نخيل، زيوت صويا، الكلام ده كله اوعى تشتريه. هتشتري زبدة فول سوداني مكتوب عليها طبيعية او صناعة منزلية او صناعة يدوية زي بتاعة ماكس ماسل. الفيديو ده مش اعلان لماكس ماسل، بس انا جربت زبدة الفول السوداني وعجبتني جدا، حاجة محترمة قوي. هي ممكن تكون غالية شوية بس كويسه. نخش على فوائد زبده الفول السوداني. اول حاجه مليانه سعرات حراريه بالعبيط، مليانه سعرات حراريه كتير فشخ، يعني معلقتين هيدوك 200 سعر حراري. معلقتين زبده فول سوداني كبار هيدوك 200 سعر حراري. يعني انت لو رفيع وعايز تضخم 4 معالق في اليوم هيعملوا معاك فوق الصح. مليانه سعرات حراريه هتنفعك جدا لو انت بتدور على التضخيم، تضخيم صحي، تضخيم نظيف، هتنفعك جدا. خلي بالك معايا، لو انت بتدور على التضخيم، لو انت واحد بتدور على التنشيف وعايز تنزل وزنك وعايز تقلل سعراتك، دي ما تنفعش ليك دلوقتي، دي تعتبر ضرر مش فايدة. عايزك مصحصح معايا. تاني حاجة فيها مضادات أكسدة. مضادات الأكسدة دي مهمة جدا جدا في الجسم، هتحسن لك بشرتك، هتحسن لك شعرك، هتحسن لك نظرك، هتحسن كل حاجة في جسمك. تالت حاجة بتحتوي على دهون صحية غير مشبعة، دهون صحية. الدهون الصحية مفيدة جدا جدا للجسم. هبقى اسيب لك اللينك بتاع حلقة الدهون الصحية، خش واتفرج عليها واعرف كل حاجة عن الدهون الصحية. رابع حاجة فيها كمية بروتين محترمة جدا. كل معلقتين زبدة فول سوداني فيهم 8 جرام بروتين، بروتين نظيف زيه زي البروتين اللي في اللحوم، ما يفرقش عنه حاجة، بروتين محترم. 8 جرام في كل معلقتين. خامس حاجة مليانة معادن وفيتامينات للصبح. هفتح لك جوجل واقول لك شويه من الفيتامينات والمعادن اللي فيها اهو. الميكرو نيوترينتس هتدي لك 43 من احتياجك اليومي في النحاس، هتدي لك 20% من احتياجك اليومي للفوليك اسيد، 22% حديد، 14% مغنيسيوم، 28% منجنيز. النسب اللي بقولها لك دي نسب احتياجك اليومي، يعني انت لو خدت معلقتين بس هتوفر كل ده في احتياجك اليومي. هتوفر 18% من احتياجك اليومي للبوتاسيوم. زبدة الفول السوداني فيها كمان فيتامين B1 B3 B5 B6 وفي فيتامين E. واخر حاجة فيها زنك. الزنك مفيد جدا جدا يا شباب للخصوبة، لبناء العضلات، هيزود لك هرمون التست في جسمك، هيخليك ذكر من الاخر. الزنك ده في ناس بتاخده لوحده، فيتامين مهم جدا جدا. معلقتين زبدة فول سوداني فيهم كمية الفيتامينات اللي انتوا شايفينها دي كلها. سادس حاجة بتقلل أمراض القلب، بتقلل أمراض القلب جدا جدا. سابع حاجة بتقلل فرص حدوث الزهايمر. تامن حاجة بتقلل فرص حدوث السرطانات، بعيد الشر عننا كلنا. تاسع حاجة ودي مفيدة جدا جدا ومهمة جدا جدا، إنها بتقلل ال LDL اللي هو الكوليسترول الضار، وبتعلي ال HDL اللي هو الكوليسترول النافع. زبدة الفول السوداني صفر كوليسترول، ما فيهاش كوليسترول خالص، هتعلي لك ال HDL وهتقلل لك ال LDL، يعني مفيدة جدا جدا لجسمك. حاجة تانية، انا مش عارف انا وقفت عند النقطة رقم كام، ما فوائد كتيرة قوي،
بتنظم مستويات السكر في الدم. لما انت بتاكلها بتنظم لك مستويات السكر. وفي دراسات كمان اكدت ان الناس اللي عندها سكر من النوع التاني ممكن ياكلوها عادي جدا، مش هتسبب لهم اي مشاكل. النقطة اللي بعد كده فيها كمية الياف محترمة جدا، يعني هتحسسك بالشبع. هتاكل معلقتين بس هتحس بشبع وهتحس ان معدتك فل، مش عايز تاكل حاجة تانية. النقطة اللي بعد كده قليلة في الكربوهيدرات، وخلي بالك الكربوهيدرات اللي فيها دي تعتبر جزء كبير منها كرب معقد، كومبلكس كرب، اللي بيقعد فترة في جسمك عقبال لما الجسم بيمتصه. حاجة أخيرة قبل ما نخلص الفوائد، خلي بالك الفيتامينات والمعادن اللي أنا قلت لك عليها من شوية دي فيتامينات طبيعية. الفيتامينات الطبيعية أحسن مليون مرة من الفيتامينات اللي بتشتريها من الصيدليه. الفيتامينات اللي بتشتريها من الصيدليه دي بتبقى متركبه ومعموله في معامل وفي شركات وحاجات من دي. الفيتامينات الطبيعيه نسبه امتصاصها في الجسم نسبه عاليه جدا، بتوصل ل 100%. اما الفيتامينات اللي بتشتريها من الصيدليه دي بتبقى نسب امتصاصها في الجسم قليله شويه. وخلي بالك تاني، انا قريت دراسه بتقول ان في بعض الفيتامينات ما ينفعش تتاخد مع بعض، بيأثروا على بعض وبيأثروا على امتصاص بعض. انت دلوقتي لو جبت علبة الفيتامينات هتلاقيها مليانة فيتامينات ومعادن. في كام عنصر من دول انا هبقى هعمل حلقة مخصوص عن كده. في كام عنصر مع بعض لو اتحطوا مع بعض واتاخدوا في نفس الوقت بيأثروا على امتصاص المعادن دي في الجسم والفيتامينات دي في الجسم. هبقى اعمل عنها حلقة مخصوص. الدراسة دي لسه قاريها، بصراحة حاجة صدمتني ازاي شركات الأدوية عامله حاجه زي كده. بتحط لك منتج واغلبيه الحاجات اللي فيه ممكن ما تكونش كويسه مع بعض وما بتشتغلش مع بعض. طب كويس، عرفنا ان هي قنبله فيتامينات وعرفنا فوائدها، عايزين نستخدمها. من الاخر كده ما تزودش عن 4 معالق زبده فول سوداني في اليوم، معلقتين الصبح على الفطار ومعلقتين بالليل. اخرك في اليوم 4 معالق زبده فول سوداني، 2 الصبح و2 بالليل قبل ما تنام. خلي بالك من شويه الاضرار اللي اقولك عليها دي لو زودت استخدام زبدة الفول السوداني. خلي بالك ان زبدة الفول السوداني مليانة دهون، ايا كان بقى هي دهون صحية ولا دهون غير صحية، هي مليانة دهون، يعني كترها مش كويس. تاني، زبدة الفول السوداني مليانة سكر ومليانة صوديوم اللي هو الملح، فيها سكر وملح، فمش هينفع تاخدهم بنسب كبيرة. كويس، زي ما قلت لك معلقتين الصبح معلقتين بالليل. لو انت رفيع قوي وعايز تزيد كلك 4 معالق. هتزيد زياده صحيه لين بالك. مش كل حاجه كترها مفيد. هو اي نعم اكل طبيعي ومليان فيتامينات وكل حاجه صح، بس كتره مش كويس. تاني، مش كل حاجه قدامنا ورخيصه ناكلها ونزود منها. كل حاجه كترها بيقلب اضرار. وبكده اكون خلصت حلقه النهارده. يا رب الحلقه تكون فادتك باي معلومه. ما تنساش تشترك في القناه، الزرار الاحمر اللي تحت ده، ايوه انزل دوس عليه. عايزين نوصل القناه ل 10000 مشترك باذن الله في اقرب وقت. احنا خلاص اهو ماشيين الحمد لله بسرعه كويسه قوي. قريب قوي اول ما اوصل 10000 مشترك هعلن عن 5 فايزين معايا بمتابعه مجانيه، متابعه شامله تدريب، كل حاجه، تدريب بالتفصيل. هتروح تعمل ايه في الجيم، هتلعب ايه النهارده، بعداتك بمجاميعك بكل حاجه. اكتب لك نظام غذائي محترم قوي ينفع لحالتك وعلى قد الميزانيه، وحط تحتها 100 خط على قد ميزانيتك. واخر حاجه، لو ميزانيتك تسمح وعايز تاخد مكملات، اكتب لك المكملات اللي تنفعك. 5 فايزين باذن الله اول لما نوصل ل 10000 مشترك. يهمتكم معايا يا شباب. في اخر الحلقه ما تنساش بقى تعمل اللايك وتشترك في القناه لو مش مشترك. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.